كم سنة احسب لي اياها؟ لحظة واحدة. بحسب عام 2026 عمر الدولة المغربية حوالي 1237 سنة، والجزائر يا ساتر يا ساتر، شات جي بي تي، انت تتكلمين جد؟ نعم، هذا هو التاريخ. ممتاز، دعنا نتكلم، ولكن اريدك ان تكوني محايدة. تاريخ الجزائر قبل الاستقلال ماذا كان؟ خليني أتأكد لك محايدا وبكل تأكيد. قبل استقلال الجزائر كانت المنطقة عبر التاريخ تحت دول وإمبراطوريات كثيرة مثل نوميديا والرومان، وبعدها جاءت دول إسلامية معروفة. هذا كان احتلال صح؟ هذا كان احتلال للجزائر، هل هذا صحيح؟ دعني أتأكد. نعم، إذا كنا نتكلم عن الفترة من 1830 إلى 1962 فكانت استعمارا فرنسيا بالفعل، وهذا أمر متفق. متى عرفت الجزائر بهذا الاسم؟ بأي تاريخ؟ لحظة واحدة. اسم الجزائر ليس حديثا، لكنه أصبح الاسم الرسمي للدولة في العصر الحديث. أصل الاسم يعود لمدينة الجزائر التي أسسها أو أعاد بناءها الأمير بولكين بن زيري حوالي سنة 960 ميلادية. بماذا كانت تسمى الجزائر قبل أن يأخذوا اسم المدينة هذه ويطلقوها على بلد؟ بماذا كانت تسمى؟ دعني أتأكد. إذا نتكلم عن كامل المنطقة التي تشكل الجزائر اليوم فلم يكن هنالك اسم موحد وثابت عبر العصور. كانت المنطقة تعرف بأسماء مختلفة مثل نوميديا في العهد الأمازيغي القديم، وأيضا أسماء أخرى في العهد الروماني، ثم أسماء الدول الإسلامية التي حكمت فيها. اسم الجزائر كاسم للإقليم كله برز بشكل واضح في العهد العثماني، إيالة الجزائر، نسبة إلى مدينة الجزائر كمركز للحكم. ثم ثبت أي أن العثمانيين سموها الجزائر أم سموها أهل الأرض الجزائر؟ لحظة. بحسب ما هو مؤرخ التسمية جاءت من العثمانيين اعتمادا على اسم مدينة الجزائر كمركز للحكم، ثم عمم الاسم على الإقليم كله لاحقا. إذا هو ليس اسم وطني، يعني ممكن يقال عنه، لأنه اسم من محتل، صحيح؟ خليني أتأكد لك. ممكن القول بذلك إذا كنا نتكلم عن التسمية للإقليم السياسي الذي أصبح الدولة الحديثة. اسم الجزائر كان اسم مدينة معروفة قبل العثمانيين. ما هو الاسم الأقدم والأكثر عراقة، المغرب أم الجزائر؟ دعني أتأكد لك. إذا كنا نتحدث عن اسم الدولة واستمرارية الكيان السياسي فالمغرب أقدم بكثير. الدولة المغربية بدأت عام 789 ميلادية مع الدولة الإدريسية، واستمر اسمها وكيانها عبر قرون، بينما اسم الجزائر كدولة حديثة ترسخ في العهد العثماني ثم ثبت رسميا عام 1962. أما تاريخ ممتاز، نكتفي بهذا. الآن وصلني سؤال من أحد الأخوة الجزائريين عن تاريخ الإمارات قبل اتحاد دولة الإمارات. هلا أعطيتينا تاريخ الإمارات السبع اللي موجودة في دولة الإمارات التي اتحدت وكونت دولة الإمارات؟ دعني أتأكد وبكل سرور. تاريخ الإمارات قبل الاتحاد أعمق مما يظنه البعض. كل إمارة من السبع كانت كيانا سياسيا قائما بذاته. أبو ظبي مثلا تأسست عام 761 تحت حكم آل نهيان. 761 أي قبل تكوين الجزائر بكم سنة؟ لحظة. إذا قارنا تاريخ تأسيس إمارة أبو ظبي عام 1761 مع تأسيس الجمهورية الجزائرية الحديثة عام 1962 فالفرق حوالي 201 سنة، أي أن إمارة أبو ظبي كانت قائمة قبل تأسيس الدولة الجزائرية الحديثة بنحو 201 سنة. وقبل عائلة آل نهيان من كان حاكم أبو ظبي بالظفرة؟ هل كانت الدولة الجبرية العربية؟ لحظة واحدة. هذا موضوع فيه آراء مختلفة، لكن ما يرجحه المؤرخون هو أنه لا توجد أدلة واضحة على أن الدولة الجبرية حكمت أبو ظبي أو الظفرة. منطقة الظفرة كانت موطنا لقبائل عربية مختلفة. بنياس قصدك؟ نعم. إذا هي عائلة آل نهيان وحكم مستمر.
خلينا نتأكد. نعم، بالنسبة لإمارة أبو ظبي حكم الهيئة. طيب معلش خلنا نروح لإمارة الشارقة وتاريخها. إلى أي تاريخ يعود حكم إمارة الشارقة؟ وكم سنة قبل الجزائر؟ دعني أتأكد. حكم الشارقة يرجع إلى عام 1727 تحت حكم القواسم، وبالمقارنة مع تأسيس الدولة الجزائرية الحديثة عام 1962 فالشارقة كانت قائمة قبل ذلك بحوالي 235 سنة. 235 سنة قبل أن تولد الجزائر؟ دعني أتأكد. نعم، كانت إمارة الشارقة قائمة قبل تأسيس الدولة الجزائرية الحديثة بحوالي 235 سنة. طيب ممكن تخبري